يعني هاي الطريقة إذا بتعطي حسابك لشخص وأنت متأكد إنه حرامي 100% بتخليه يدخل على حسابك بهاي الطريقة ولا فينه يعمل شي. يعني بكبس الزر أنت لما بتدخل على حسابك بتطلعه منه. كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم جايب لكم طريقة بتوقع الأغلب ما بيعرفها. هلا في ناس بتعرفها وفي ناس ما بتعرفها. الطريقة هاي إذا بدك تدخل حدا على حسابك، مثلا عندك صديق، عندك حدا بده يلعب لك على الكونكر كذا وبدك إياه ما يتصرف شي بحسابك إلا شي أنت تحدده، تمام؟ أو مثلا شخص بده يشتري حسابك وبده يفوت يشوف شو فيه شو ما فيه، كمان أنت بتحدده. بس قبل ما نبلش لا تنسونا من المتابعة واللايك وكومنت حلو مثلكم، يعني هيك على الماشي حبايبي انتو. هلا بتروح على الإعدادات تشوفوا في عندكم شي اسمه قيود تسجيل الدخول، قيود على الهدايا، قيود على اليو سي، قيود على الدردشة، قيود على التواصل الاجتماعي، قيود على المخزون، قيود على المباريات وهيك شي يعني، تمام؟ هلا قيود على اليو سي إذا عندك شدات بحسابك ما فينه يلعب، تعطيه مقيد ما فينه يلعب باليو سي هاي، ما فينه يصرفها. قيود على الهدايا مثل الشعبية إذا بتحطه مقيد كمان ما فينه يبعت شعبية لحدا نهائيا. قيود على التواصل الاجتماعي مثل ربوطات، انت ربط حاطه بحسابك كذا ما فينه يلعب فيه. شوفوا عندي فوق هلا انا رابط، هلا فيني مثلا فيني اعطي تغيير، فيني اعطي ارتباط، بس لما هو بده يدخل عن طريق رمز الكيو ار ما فينه يلعب فيها شيء نهائيا. هاي مثلا قيود على المعارك، قيود على المخزون. يعني انت الشيء لما يدخل هو على حسابك انت بس اللي الشيء اللي بتحدده فينه يتصرف فيه. مثلا هو عم بيلعب لك على الكونكر فينه بس يدخل مباريات، حتى على المخزون دي بدل لبسه ما فينه. هلا شوفوا انا داخل بحسابي الجيست هون بالموبايل، تمام؟ هذا الحكي كيف بيصير مثلا انت لما بدك تدخله بموبايله بيروح هو على موبايله، بيروح على شيء اسمه تسجيل دخول مصرح به من شاشة تسجيل الدخول، تمام؟ لما بيضغط عليها هاي شو بيطلع عنده؟ بيطلع عنده رمز كيو ار. شوفوا رمز كيو ار شو بيسوي هو لما بيطلع عنده هذا الرمز، اذا كان هو حدك بتمسح بموبايلك بيدخل هو، تمام؟ بس اذا مو حدك بعيد عنك بيعمل سكرين شوت، اوكي، وبيبعت لك اياها لك. بعد ما يبعت لك اياها لك شو بيصير؟ انت شو بتعمل؟ انت تدخل بحسابك. شوفوا هلا انا فاتح من الايباد وعم بصور، طبعا هاي الكاميرا العاديه اللي عم بصور لكم اياها. شوفوا هلا بدي ارجع على حسابي الجيست، شو بده يصير هلا هون عندي انا؟ هلا بدي اروح على الاعدادات، تمام؟ بنزل لتحت، شوفوا في عندي خيار اسمه امسح للحصول على الاذن. هذا شو هيك؟ هذا لما بضغط عليها هاي انا بتفتح الكاميرا، تمام؟ هلا قلت لكم اذا هو حدكم بتفتح الكاميرا، بتحط الكاميرا عندك على الموبايل عنده، بيطلعك من الحساب وبيدخله له. اما اذا بعيد عنك هو بتعطيه من الالبوم الهاتف، بتدخل بتختار من الصور، تمام؟ شوفوا هلا انا ممكن بموبايلي بالحساب هذا طلعني من الحساب، تمام؟ بس وين دخلت هلا انا الحساب هذا؟ وين دخل على الايباد عندي. شوفوا هلا الحساب سجل لحاله على الايباد. شوفوا هلا ركزوا معي، هذا الحساب اللي كنت داخل فيه انا هلا على الموبايل صار بالايباد، بس لا حطيت رابط فيسبوك ولا رابط داخلي ولا رقم هاتف ولا تويتر ولا شيء ابدا. شوفوا هاي المخزون، مخزون مقفول عندي، ما فيني اتصرف فيه نهائيا، تمام؟ طلعوا المباريات، ممنوع العب مباريات لانه هذا انا حددته لما كنت فاتح من الموبايل. هلا شوفوا مثلا الشدات، عندي 6 شدات، تمام؟ ما فيني اتصرف. شوفوا هلا مثلا نروح نشتري هذا الصندوق اليومي تبع عمل الجي، تمام؟ حقه 5 شدات. شوفوا لما بدي اشتريه هلا، تمام، شراء، ما فيني اشتريه. هذه الخاصية مقيدة لا يمكن استخدامها عن تسجيل دخول بواسطة رمز كيو ار. شدات ما فيني اتصرف فيه نهائيا. مثلا الشعبية، مثلا شوفوا بدي اروح ابعت مثلا لصديقي شعبية، تمام؟ شوف هلا اذا بدي ابعت له ما فيني ابعت له شيء نهائيا. ها شوفوا مثلا بدي ابعت له دجاجه، طلعوا شوفوا هلا ممنوع، تمام؟ حتى دجاجه، تخيلوا ها دجاجه مجانيه ممنوع، ما فيني لانه انا مقيده. وشوفي عنا كمان هلا اذا رحنا، شوفوا هلا اذا رحنا على الاعدادات، اذا بتلاحظوا الربوطات عندي هون مثلا طلعوا، ما فيني غير شيء، لا فيني غير بلد، لا فيني غير سيرفر، لا فيني غير ربط، ولا في ولا شيء ابدا. يعني بتكبس بس ما في خيار، يعني ما بيعطيك خيار تغير تتحكم فيه او بدك تضيف ربط، ما في نهائيا، كله نظامي. يعني انا هلا لما دخلت حسابي هذا على الايباد شو استفدت؟ انا هلا مقيد كل شيء طبعا، يعني انا مستفيد هلا بس واقف لوبي، بس عم بتفرج على الحساب باللوبي، لا فيني فوت على مخزون، لا اتصرف بشعبية، لا اتصرف بشدات، ما فيني العب، ما فيني غير ربوطات، ما فيني اعمل شيء كذا كذا كذا، ما فيني اعمل شيء، تمام؟ هي افضل طريقة اذا مثلا عندك حدا عم يدخل بحسابك عم يلعب لك على الكونكر، عم يساعدك على كذا. لما بدي يلعب لك على الكونكر بتحدد انت فينه يلعب، ما بتعطيه مقيد، ما بتعطيه تقييد على المباريات، تمام؟ مثلا حدا بده يشتري حسابك بتعطيه مثلا المخزون، ما بتعطيه تقييد للمخزون، بيحسن يفتح المخزون، بس اما باقي الاشياء بتعطيه تقييد. يعني هاي الطريقة اذا بتعطي حسابك لشخص وانت متأكد انه حرامي 100% ها بتخليه يدخل على حسابك بهي الطريقة ولا فينه يعمل شيء. يعني بكبس الزر انت لما بتدخل على حسابك بتطلعه منه وما عاد فينه يرجع يدخل عليه.
هاي الطريقة حلوة كتير أخواتي، ونصيحتي إلكن نصيحة أخ لأخواته والله العظيم، لا تأمنوا بحدا، لا تأمن تقول هذا رفيقي، لا تأمن تقول هذا صديقي بعرفه ما بعرفه وكذا، هذا حسابك دير بالك عليه. ونصيحتي والله العظيم برجع بقول لا تأمنوا بحدا. وإذا في شيء ما فهمتوه اكتبوا لي بالكومنتات، ومن عيوني برجع بخدمكم، ومن عيوني برجع بجاوبكم، لأنه صدقا أنا لما بشوف حدا مضحوك عليه أو منصوب عليه أو مسروق حسابه والله العظيم بزعل من كل قلبي عليه، فلهيك ما بريد يعني. ولما بدكم تدخلوا حدا بحسابكم دخلوه بهي الطريقة وبس، مين من كان يكون ركزوا لي على هالنقطة بس. تمام حبايبي، انتوا لا تواخذوني إذا كان الفيديو طويل، بس وجب التنويه مثل ما بيقولوا. اوكي تمام حبايبي، انتوا كونوا بخير وتحياتي.